ارمي الجبنة المثلثات في المية المغلية وكل أحلى اختراع في حياتك. اختراع يا كوتش. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة لقمة هنية. معاكم ام محمد. النهاردة هنعمله اختراع جميل ومفيد وان شاء الله هيعجبكم بإذن الله. هنجيبوا كوباية مية واحدة، هنحطها في طاسة تغلي على النار، ونجيبوا 4 مثلثات جبنة او 2 او 3 على حسب انتوا ما انتوا عايزين، وتضاعفوا الكمية زي ما انتوا عايزين. هننزلوا احنا بال4 مثلثات كده جبنة في المية المغلية مباشرة كده. 4 قطع من الجبن. انها اختراع يا كوتش، ان شاء الله هتدعولي عليه. انا اول مره على فكره اجربها معاكم، بس ان شاء الله هتبقى ناجحه. هنفضلوا نقلبوا الجبنه كده لحد ما تدوب كلها في الميه المغليه زي ما انتم شايفين. هي درجه الحراره هتخليها تغلي، هتسيح، يعني انا عايزاها تسيح. هتسيح وارجع لكم تاني. اهلا بكم حبايبي. احنا بعد كده ما سيحنا الجبنه على درجه الحراره، ممكن تقدري تحطي اي نوع جبنه يا حبايبي. بعد ما رجعت لكم تاني، بعد ما حطينا العجينه على الرخامه وخلينا مسكت في بعضيها، قطعناها لكرات صغيره زي ما انتم شايفين كده. اي مقاس انتوا عايزينه، اكبر من كده اصغر من كده اللي انتوا عايزينه. هنمسكوا اول كوره، هنفردوها بين كف ايدينا كده اهي، زي ما نكونوا بنفتلوا كحك اهو. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. اهي اهي المقاس ده زي ما انتوا شايفين. هنمسكوها كده نعملوها زي الفيونكه اهي. اهي الشكل ده هتبقى طالعه جميله وتحفه. في نوع تاني هقول لكم عليه. ادي اول واحده، نجيب كمان واحده نفردها كده عشان بس مش تبقوا فاهمين التفاصيل. اهي نفردوها بالنظام ده اهو، سهله خالص. نجيبوها كده اهي. اهي نجيبوها نحطها فوق بعضيها كده. عندك منقاش كحك زي ده تقدري تعمليه بالشكل ده، لما تكوني بتنقشي كحكايه. هي هتدي بس شكل جميل اهي، زي ما تكونوا بنقش كحك اهو. اهو بالشكل ده اهو. تبقى في واحده ساده عادي زي ما انتوا سايبينها كده، وواحده منقوشه كحك. اعمل لكم كمان واحده اهو. نجيب واحده زي ما انتوا شايفين كده اهو، بمنتهى السهوله اهو. اهو نجيبها وعديها كده، نعملوها فيونكه. عايزه تسيبيها ساده كده تسيبيها، عايزه تنقشيها بمنقاش الكحك زي ما انتوا شايفين كده. المنظر اللي يعجبكم ده وده معاكم. هعمل بقيه الكميه وارجع لكم تاني. ايه يا حبايبي، رجعت لكم تاني بعد ما خلصنا تشكيل كل العجينه دي. كل الكميه دي من كوبايه دقيق واحده. ادي في منها، بصوا عملت لكم المنقوشه وعملت لكم الساده. ان شاء الله الوصفه تعجبكم، وتعالوا معانا نسويها مع بعض. حبايب قلبي رجعت لكم تاني. هنحطوا زيت وطاسه سخنه على النار، نحطوا فيها الفطاير بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين، الساده والمنقوش زي ما انتوا شايفين كده اهي. الزيت بس يكون سخن تتحمر فيها، ان شاء الله تطلع عند حسن ظنكم. زي ما انتوا شايفين كده، نحطها في طاسه سخنه على النار ونسيبها تحمر. هوريها لكم يا حبايبي. رجعت لكم تاني. ده بعد ما حمرنا المقرمشات بتاعتنا، ده الشكل النهائي بتاعنا. كريسبي وجميله، وقد ايه هشه، وقد ايه طريه من جوه، جوسي كده، طريه جميله. ونكهه البطاطس فيها جميله، والجبنه مع بعض ميكس هايل. ان شاء الله تجربوها وتعجب ولادكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسونوش باللايك والشير وتدعموني. السلام عليكم.